والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت 20 الأولى، كل 20 ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة. الله بلغك 10 هي خير العشر، وهي أفضل 20 الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في العشر الأواخر أفضل من 20 قبلها. فلا تعادي نفسك، لا تظلم نفسك. ولذلك أفضل ما يكون العبد في العشر الأواخر واقعا أن يتخلى عن الخلق. أشغلون الدنيا يا أخوان، أشغلون النساء والأطفال والجيران والناس والرايح والجاي والواتساب وتويتر وفيسبوك WWW والدخول في المواقع. يا أخي أما آن لنا أن نتوقف عن هذا الهراء؟ أما نتوقف لنناجي الملك الديان؟ ألا نتوقف في بيته ونترك الدنيا خلف ظهورنا وننيخ مطايانا بباب ربنا؟